حاليا احنا بهلسنكي ومنتظرين جاي نشرب الشك شبيش تقول شبيش. خليكم ويانا حتى اسوي لكم العاصمه الفنلنديه هلسنكي. لا مو مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ صار لنا فتره طويله يعني ما صور لهم فيديو على يوتيوب. اي صحيح. بسبب الاشغال والحياه الروتينيه مثل ما تعرفون. المهم على كل اليوم انا ومنى قررنا نروح الى العاصمه الفنلنديه هلسنكي. انا بحياتي ما مصور العاصمه الفنلنديه هلسنكي، ومثل ما تعرفون ليش ما ادري ليش شو السبب ما مصور العاصمه. هواي تعليق جتني، واليوم راح اخذكم تقريبا 7 ساعات بالسياره او 6 ساعات بالسياره الى العاصمه الفنلنديه هلسنكي، وهناك اصور لكم العاصمه كلها وشوفوا وتعطونا رايكم. العاصمه الفنلنديه هلسنكي هاي واحده، واقول لكم شنو الاسباب فنلندا تطلع من يمكن 8 مرات، ثامن مره تطلع اسعد دول العالم. يعني فنلندا هي من اسعد دول العالم. اجيكم اياها بهذا الفيديو، بس خليكم ويانا وشوفوا الفيديو للنهايه. شوفوا الاجواء، وقفنا هنا مثل ما تعرف نص الطريق وقفنا، طخت براسنا يعني القهوه العراقيه، لازم نشرب القهوه العراقيه. وهذا جلاس النرويجي، واحنا وين؟ فنلندا. والقهوه العراقيه قضى هاك من نشربي هاك هاي بالعافيه. وهاي القهوه سويناها، لازم اي مكان نروح نسافر نطبق لازم ناخذ ويانا ادواتنا وقهوتنا ويانا، لان ما تحلى الا بالقهوه العراقيه حتى الجمجمه تقعد. وهاي الاجواء هاي منه وجه الحسن والاجواء الحلوه. احلى فلوق الا بهلسنكي عصام شوفكم، واحلى علاو منه. الفلوق هذا لازم خلونا لايك وكومنت لعيون علاو منه. شنو جابوا وياك منه؟ بسكت، ها؟ بسكت وهذا القهوه، ولازم قهوه، ها؟ هاي خب احنا ما رايحين مسافه بعيده، رايحين هلسنكي 7 ساعات منا، ولازم منا تقول لازم قهوه ويانا وبسكتها. اذا ماكو قهوه تقول ما اسافر باي مكان. والهسه بهذا لازم قهوه، والله وين ما تروح على قهوه الا قهوه. جبنا لها قهوه يلا. فنلنديا خاصه منا اذا مو قهوه ما تقدر تسافر ولا تطلع المكان، فتجيب لها قهوه. يعني الاكل ما تريد اي شيء ما تريد، اهم شيء قهوه. وهاي قهوه بسكت حتى تقدر. بس قهوه حتى يقول اكل ماكو بس قهوه اوكو. هسه وصلنا الى هذا الجسر، هذا جسر فاصل بين الشمال والجنوب. هذا جسر اسمه جسر لاهتي. وراها راح ندخل بعد منه وشي الى مدينه لاهتي. ورا لاهتي ندخل هلسنكي العاصمه الفنلنديه هلسنكي. واحلى جسر واحلى اجواء واحلى قعده ولعيونكم حبايبي واحلى فلوق. وصلنا هلسنكي وهسه دخلنا هلسنكي. تعالوا اوريكم العاصمه الفنلنديه هلسنكي. هسه شوفوا لي هاي الباخره، هذه الباخره كروز. عندهم باخره حمراء وباخره زرقاء. هذني البواخر يروحن للسويد ويروحن يطلعن الى استونيا وجزء باقي الدول ما اتذكر كلهن، بس يطلعن من هذا الميناء بهلسنكي. وهاي بيها غرف خاصه VIP، وبيها كل شيء تريده، مطاعم، صالات حفلات، كلها موجوده على هاي الباخره كروز. حاليا وين واقفين منه؟ واقفين هنا انا بهذا المكان. هذا مكان فقط للمن هسه عاصمة فنلندية هلسنكي. هسه بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. هسه احنا واقفين بهذا المكان ليش؟ لأسباب احنا رايحين على مود نجيب الفيزا مالتنا ان شاء الله مال امريكا. لان ان شاء الله قريبا حنسافر لامريكا، ولازم نروح للسفارة الامريكية حتى يسألونا كما اسلم. مثل ما تعرفون عراقي يعني لازم يسألوني، مو مثل منا دولة وعلم. أنا يهمني بس من هم يحسبون لان هي أنا أدور فيزا. شوفوا احنا بالجواز الفنلندي ما يحتاج فيزا، بس بمناسبة ان احنا كنا داخلين للعراق الهسه بهذا لازم ناخذ فيزا لان نروح نسافر لامريكا. فهسه احنا جينا للعاصمة هلسنكي، وهسه ما اقدر اصور السفارة لان ممنوع، بس احنا رايحين للسفارة عمود نعطيهم اوراقنا وجوازاتنا حتى يعطونا فيزا الى امريكا. والفيزا اذا ان شاء الله اذا صدت الفيزا اليوم او صدت بعد كم يوم راح يعطونا مدة تقريبا 10 سنوات.
يعني 10 سنوات نقدر نسافر باي مكان. احنا جوازاتنا في الانديه فاكيد يعطونا 10 سنوات. وهاي احنا حاليا احنا بهلسنكي ومنتظرين جاي نشرب هذا الشيك ايش بيك؟ يقول ايش بيك؟ خليكم ويانا حتى اسوي لكم العاصمه الفنلنديه هلسنكي. لا مو بس. شوفوا بس هذا الشارع كله مال مشي، هذا للبايسكلات وهذا الشارع للمشي. وهسه هذا كورنيش على البحر، هذا كورنيش يمشي كله من هنا لهناك، والسنتر بديك الجهه، السنتر والمولات ما مولات كلها بديك الجهه. اوكي هسه نروح نتمشى من هنا واصور لكم الاجواء الحلوه والطريق والناس شلون قاعده، والاجواء كلش حلوه والجو كلش دافي. شوفون هذا عصفور همينه شلون متونس ومرتاح، يا بعد قلبي كلي يشبع. وهذا البحر بحور وسمه السموك، اجواء حلوه والاجواء كلش حلوه ما شاء الله، ومكانكم خالي. هسه وصلنا للميناء العاصمه الفنلنديه هلسنكي. هذا الميناء من ديك الجهه، شوفوا جا اصور لكم اياه من هذا المكان لعمود يبين عندك البواخر. هسه هاي الباخره اكو باخره طالعه، هسه عندك هاي الباخره الزرقاء. هاي الباخره الزرقاء هي الكروز، هاي بيها غرف VIP وبيها مطاعم وبيها حفلات وبيها منتجع كامل مصمم على هاي الباخره قدامك. شوفها ما ادري جاي تبين يعني كبيره بس مبينه صغيره، بس هي كلش كبيره وضخمه الباخره هاي. وهاي الباخره تطلع الى السويد وتطلع الى استونيا وبعد ما اعرف وين توصل. المهم على كله هنا، وهذا هو ميناء. هاي صورتكم من الخلف، صورتكم من الامامي الميناء والناس الموجوده هناك، والناس حتى يم الميناء يبيعون هواي اغراض مثل ماكولات، يعني يعرضون شغلاتهم مساعدة. صح. تدرين دولتك حلوه؟ يعني انت حلوه. انت حلو، انت جميل الله. هسه احنا جاي نتمشى بهذا الشارع، شوفوا سكة الحديد هاي مال المتروات الداخليه، وذاك الشارع للسيارات. شوفوا ذاك قدامنا هاي كنيسه، اقدم كنيسه موجوده بعاصمه هلسنكي، اعتقد مو قديمه من الكنيسه هاي؟ اي قديم. قديمه هاي كنيسه ومعروفه بهلسنكي، وتعتبر من تراث هلسنكي، ما تعتبر من تراث فنلندا. حتى بالافلام مصورين فيلم بيها يعني قديم. وهذا توري، هذا اللي هنا يبيعون جميع الاكلات، المختلف الدول يعرضون اكلاتهم والناس تجينا على التوري. وهاي اليختات والبواخر تنقل من مكان الى مكان. هسه اروح اصور لكم اياها من هناك. بس اليوم شنو لازم نروح ناكل مندي رايح الكرش مالتنا. هناك هم ساونا ودولاب هواء والناس تسبح. هسه اصور لكم اياها. هاي المتروات اللي قلت لكم عليها الداخليه، الراتكه اسمها. شوفوا بس هسه جاي اصورها. هاي هي. هسه نروح نصور لكم هاي الكنيسه، بعدين نرجع على البحر نصور لكم اياها، وبعدين نروح ناكل مندي. هسه وهذا مكان من جميع الدول العالم يجي يزورونه، والفنلنديين معروفين بالثقافة مالتهم. شوفوا لي الكنيسة كلش حلوة وعالية على الله، عالية كلش عالية. وتصور الناس جواسر مثل الدود صغار كلش.
ومثل ما تشوفون هذا الباص ياخذ الناس الاجانب يفطر بيهم ويوديهم للاماكن السياحيه الموجوده في هلسنكي. ومثل ما تشوفون من جميع دول العالم موجوده بهذا المكان، لان هلسنكي حلم الجميع الصراحه. دائما الناس الاجانب يجون الى هلسنكي، وخاصه بالشتاء يجون شمال هلسنكي. هي مدينه سانتا كلوز، وسانتا كلوز تعتبر بها هي البابا نويل. وهناك يطلع الشفق القطبي، هذا الشفق الاخضر في السماء، فالناس تحب هاي المواضيع. وهاي منه جوعانه ما تقدر تحكي الا تقول لها اكل. يلا مشينا خلينا نغديك. وهسه خلينا الكنيسه ورانا مثل ما جاي تشوفونه. هسه جاي نمشي قدام، راح اصور لكم التوري والبحر والشغلات اللي جاي يبيعونها على البحر، وشوف ناس طبيعتها وحياتها شلون عايشه مرتاحه، لا قال ولا قيل، والحمد لله والشكر. مرتاحه لا مو مرتاحه؟ اني الناس كلها كلش ها انا مرتاحه عجبني. كلش مرتاحه. يعني جاي تشوفين الناس شلون جاي تصور؟ ما اعرف شلون جاي تصور. ما اعرف شو اسوي. وخاصه دول كبار بالعمر ما اعرف شلون جاي يصورون الصراحه. خليها سكتة. اي خلينا تعالوا استمتعوا بهاي الاجواء بالعاصمه الفنلنديه هلسنكي. هذا العاصمه هلسنكي كلش كبيره، يعني ما راح اقدر اخليها كلها فيديو واحد، راح اسوي لكم اكثر من قسم. بس هسه حاليا جاي اوصلكم من سنتر العاصمه الفنلنديه هلسنكي. اوكي ان شاء الله اوصلكم مولات، لان ما راح مولات بس راح على البحر، واوصلكم الكنيسه والاجواء الموجوده والناس مثل ما تشوفون. وهنا مثل ما جاي تشوفون هنا يبيعون الفواكه، ما فواكه والاكل الشعبي والاكل. ثانك يو. هاي فراولة فنلندية، حتى يذوقون حتى يشترون من عندهم. الجميع شوفها هاي ها سوب ماي مشروم. اي هذا مشروم، شو يسموه ماي؟ احب افطر، نسميه افطر. هذا كله يم البحر. منه بديت الجوع طبعا، هاي قهوه. منه ظلت جوع، هسه نروح ناكل، هسه صفري جاعت منه، جاعت. دقيقه خلينا نجي من هنا. هاي الباخرات مثل ما تشوفون، بواخر هي بواخر تروح الى جزر واماكن. هذا تشوفون مطاعم شعبيه، هاي سمك ما سمك. فهذا هو البواخر، تنقل هاي بواخر سياحيه، تاخذ ودي جزر، يعني مكانات قريبه مو بعيده، مثل ساعه ساعتين او اقل، قريبه على العاصمه هلسنكي. وذاك الباخره من الساعه صورنا لكم اياها، كنا يومهم ذيك اياها. اما باخره ثانيه لا، هي طالعه رايحه يعني. هاي اماكن شعبيه، ومو شرط ان هي فنلنديه، من جميع دول العالم يعني يفتحون هنا. هذيك تشوف الباخره طلعت، هذيك الباخره طلعت راحت غير مكان. وشوف هذا، هاي شايفه بس بالفلان كرتون. هاي مثل العراقي بين محابس. شوف اكل.
ربيع شفقات ما شاء الله اخوات. اي الكلب كلش يعني كبير. هذا اعتقد هو كرانيني جاي يحكون او بروس، لان نفس اللغه هم. ما جاي من ذاك المكان دولاب الهواء، ذاك الناس جو ناس جاي تسبح هسه جو اوكي، وبيها ساونا، ودا يركبون دولاب هواء، ونفس اللحظه ينتظرون باخره تجي وتطلع لهم وتروح توديهم للسويد او لغير دوله. هاي الناس واقفه كلها منتظره اليخت تجي او الباخره تجي تاخذهم وتوديهم غير مكان. ويشوفون ذاك الناس قاعده، شوف الناس قاعده على البحر حتى تسبح. هاي من عادات وثقافات الفنلنديه ان ساونا ويسبحون. هاي شوفوا جاي يبيعون هاي السوالف للناس الزوار اللي يجون والسياح يجون الى فنلندا خاصه بالعاصمه هلسنكي. هذا قرن حقيقي يعني مال شو اسمه زرافه ما يسمونه. ايوه هذا الجلد، هذا الشعر مالته هذا بشمال فنلندا موجود. وهذا خشب حقيقي يسوونه على شكل سكاكين. وهاي مثل تاخذون ذكريات لاهلكم او ناسكم او احبائكم موجوده. الحبشكلات ها كلها موجوده هنا. وهاي اقلامه. هذا هنا يبيعون هسه، يمكن اعتقد يكون مكان يبيعون بقلاوه هنا. هذا مكان خاص همين يجون ناس. هاي قهوه يبيع وكيك. هاي الشغلات الحبشكلات صلوات. شعب مرتاح الله وكيلك، مرتاح الشعب. بعد التصوير هذا كله لازم نجي ناكل مندي يمني. لازم ناكل مندي. ايه لازم قلاوي. ايه تجي هنا مطعم يمني. ايه والف عافيه. والف عافيه. لازم ناكل ونشبع، لان ما يحلى الكرش الا الاكل العربي يعني. سفره طويله الله. سفره طويله. بعد ورانا جوله طويله ترى والله. البقلاوه وما لحقت حتى اصور منه قبل شبت الشاي فرغتها اصور ما خلتنا. يلا هذا الشاي بعد ما مكمله. يلا ونشوفكم على خير، ورحله خلصت هنا الشاي وياكم. باي باي. نشوفكم بفيديو ثاني.